هلو على بعض. هاي، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله حلو كله حلو. كله حلو. احكي لنا عن انتربرينور. ماشي. انتربرينور شركه مجتمعيه بدانا في 2015 with a vision to support women entrepreneurs. هنساعدهم ازاي او يعني ايه اصلا نساعد ستات رائدات اعمال او كذا، ما كناش عارفين. بدات بشي كان الله ايفنت هنعزم فيه كام بنت نعرفهم ايه هي رياده الاعمال، ازاي يفتحوا بزنسز جينيريك مش سيجمنتد، اي واحده تقدر تيجي. ومع تطور الوقت بقى عندنا 4 مراحل في انتربرينور. التوعيه وهي شيكان وما على شاكلته. شيكان دلوقتي اكبر ايفنت لرائدات الاعمال مش بس في مصر وفي الشرق الاوسط. وبعدين التعليم، فبقى عندنا برامج متخصصه من ضمنها برنامج اسمه ذا فود بروجكت بيساعد البنات اللي عايزه تبتدي مشاريع في الاكل وهنتكلم عنه اكتر. والمرحله اللي بعديها هي ريسورسز اكسبيليتي او توفير الموارد. طيب ماشي، انا اتعلمت، عايزه ابتدي بقى، عايزه ان انا اكبر حاجه، عايزه مصنع، عايزه مطبخ، عايزه كذا عايزه كذا عايزه كذا. والمرحله الاخيره هي التمكين الاقتصادي او access to whatsoever بقى financial resources زي محتاجاها. فهي احنا بناخد البنت من اول ما انا عايزه اعمل حاجه لحد ما انا خلاص up and running البيزنس بتاعي. حلو قوي. فود بروجكت متهيألي من المشاريع اللي عملت تأثير في المجتمع ان جنرال وفي حته المطاعم بالذات. الفكره جات لك ازاي وهو فين دلوقتي؟ ماشي. زي ما كنا بنتكلم من شويه، هو فود بروجكت حلاوته ان انت بتبقى ماشي في الشارع، المطعم ده اتخرجوا من عندنا، مش عارفه الشيف اللي جوه دي اشتغلنا معاها قبل كده. فهي اتس مور اوف ا نتورك. هو عامه فود بروجكت برنامج اتبنى على كونسبت ان في بنات كتير وستات كتير يا عايزه افتح مطعم او غيره ده اللي هو انا عايزه افتح فود كيترينج في البيت، بزنس كيترينج، عندي مزرعه وعندي فراخ بس مش عارفه اعمل بيها ايه، فانا عايزه اطلع حاجه اوت اوف ذس، عندي ريسورس معين او انا شايفه مثلا جاب في الماركت. فزيه زي اي بزنس، ولكن المختلف ان عاده اللي بيبتدي فود بزنس بيبقى عارف التشالنجز بتاعته عامله ازاي. بيبقى او بتبقى، لان احنا برضو بيجي لنا ميلز اند فيميلز، طبعا الاغلبيه بيبقوا بنات بس في ناس بتدخل عادي البروجرامز بتاعتنا هم عايزين يبداوا حاجه في الفود اندستري بس مش عارفين هي تبقى ايه. ممكن حتى تبقى فود سيرفيس، مش بالضروره يبقى مطعم او كيتشن او كذا. فكره الفود بروجكت انه بيساعدهم من اول البيزنس موديلنج. انا هعمل البيزنس موديل بتاعي ازاي، هسعر ازاي، لان دي اكبر مشكله بتقابل الناس اللي عايزه تفتح فود بزنسز. هظبط بقى فاينانشال بتاعتي، بوك كيبنج ازاي، هعمل الماركت ريسيرش بتاعي، لانه الماني كيسز ده اللي كنت لسه هحكي لك عليه. ممكن يبقى عندي فكره بس فعلا the market is not ready، او انا عندي فكره معينه بس لوجيستيكلي مش هتنفع، محتاجه ماتيريال او انجريدينت معينه جوه الريسيبي بتاعتي مش عارفه اعملها. ففكره ان انا ابقى واخد البروجكت لوكد من الاول للاخر وحد بيجايدني، سواء بقى بالسيشنز بتاعتنا او كونسلتيشنز او المنتورشيب او حتى لما بنقعدهم مع مطاعم او كونسلتنتس، كل الحاجات دي في الاخر بتبيلد ان اكسبيرينس بتخليهم عارفين يبتدوا. او لو مش هيبتدوا النهارده، لان مش بالضروره انا خلصت البروجرام ابتدي على طول، ببقى عارفه او ببقى عارف وات نيكست. انا لما ابتدي بعد سنه هبقى محتاج ايه، ومين الناس اللي اي نيد تو هاير، والكواليفيكيشنز المفروض تبقى عندي لما اجي اقبل على البيزنس ده تبقى عامله ازاي. فده باختصار كده فود بروجكت. حلو قوي. متهيألي انتوا عملتوا اولموست 25 راوند لحد دلوقتي الفود بروجكت. رقم ما شاء الله، قبل ما يبقوا 100. و اي ثينك برضه خرجتوا عدد لا بأس به من التايكونز ومن الناس اللي خلاص يعني بتاكل ناس كتير قوي دلوقتي. احكي لي كده ايه الكومن تشالنجز اللي انت عشتي او شفتي الناس عاشت بيها الفتره اللي فاتت اكتر في الفود بروجكت تحديدا. لو ماشي خدنا الكورس، اتعمل لنا منتورشيب، كل الكلام دوت، فتحنا بقى ونزلنا الملعب، ايه التشالنجز اللي البنات او حتى الناس اللي عملت المشروع ده عدت بيها؟ طيب في تشالنجز كتير، بس اكبر تشالنج انه الشخص لما بيبقى خد كورسز وبروجرامز واتعلم وفاكر ان هو جاهز بيتصدم بقى. ليه؟ لانه لما انا هاجي ابتدي البيزنس بتاعي ببقى فاكره ان انا خلاص كده انا جاهزه، انا ريدي، بقى لي سنه بذاكر، ولكن الماركت بيبقى مختلف. احنا كل يوم في تشالنج جديده، كل يوم الصبح بنصحى هي مشكله النهارده ايه، ودي مش حاجه وحشه. this is life and this is business. انا النهارده هيبقى عندي مشكله مع البرايسنج عشان الانجريدينت كذا غلي، بكره عندي مشكله ان الناس ما بقتش حابه ده وحابه حاجه ثانيه، بعده عندي مشكله ان في ريستورانت فتح جنبي بياخد مني كلاينتس and this is normal. هو البيزنس عامه فيه تحديات طول الوقت. ففي ناس ما بتبقاش جاهزه ان هي تعدي التحديات دي مره واحده، في ناس ما بتبقاش عارفه تتعامل مع التغييرات. انا فاكره كويس قوي في 2020 وقت الكوفيد، في ناس كتير كانت لسه بتبتدي، كانوا لسه متخرجين من البروجرام بتاعتنا ولسه يعني بيكتشفوا السوق ده فيه ايه، والكورونا جت فبقت الناس لا عايزه تاكل من بره ولا عايزه كيترينج ولا عايزه تتعامل اصلا مع اي حاجه غير اللي في الباكج مقفوله.
ففي ناس كتير قوي كان عندها مشكله طب انا هعمل ايه، لحد ما احنا خدنا جروب اوف ذم، احنا حاولنا نشتغل مع الاغلبيه بس مش كل الناس بيبقى عندها الاستعداد النفسي ان هي تعمل ده. ازاي نحول البيزنس بتاعهم لشلف برودكت. شلف برودكت انه انا لو انا بعمل كوكيز وببيعها، لا انا ازاي هعمل كوكيز بصلاحيه اكبر وهشوف السيفتي والتظبيطات اللي انا محتاجها عشان اخد الحاجات دي على الشلف تتحط في سعودي جورمي وكذا وكذا وكذا. فبدانا ان احنا ناخد البرودكت نشوف ازاي ان احنا هنطوره بحيث ان هو يبقى بيتباع بشكل احسن، لان خلاص ما عندناش اوبشن تاني. فدلوقتي بعد ما عدى وقت اهو احنا في 2024 فبقى عندها الشلف برودكت بتاعها وبقى عندها البرودكت التاني. فازاي هنستغل المشكله اللي حصلت ان احنا نكبر البيزنس بتاعنا الى سورت. فتشالنجز طول الوقت هيبقى في تشالنجز. في ناس بتبقى جاهزه وعندها استعداد هي التشالنج على ايه النهارده، وفي ناس ثانيه بتبقى لا انا مش عايزه. صح. فدايما بنقعد نقول لهم لو انت مش قد ان انت كل يوم مشكله جديده ما تبتديش. this is not your place. عايزه اشتغل في الفود اندستري، الفود اندستري فيه حاجات كتير قوي غير ان انا ابتدي بزنس. انا ممكن ابقى شيف شاطر جدا بس ممكن ابقى بزنس اونر مش شاطر، ممكن ابقى بزنس اونر خطير بس انا ما بعرفش اعمل بيض اومليت. فهي الفكره كلها انه احط نفسي في الحاجه اللي هتساعدني ان انا اجرو الحاجه اللي انا عايزه اكبرها. مش بالضروره ان كلنا يعني حتى زي ما بنقول لو كلنا سي اوز مين اللي هيشتغل، ولو كلنا بنشتغل يبقى سي اوز. ففي الاول وفي الاخر لازم ابقى عارف انا شاطر في ايه وهجروت ازاي، لانه لو انا حطيت في نفسي في حته وانا مش عارف هكبر فيها ازاي فانا كده مش هروح في حته خالص، هفضل مكاني. بالعكس واللي بيفضل مكانه بيرجع لورا ما بيطلعش لقدام. 100%. انت قررت ان انت يعني you'll spend your life empowering people. Yes. which is very inspiring. Yes. و I think في جزء مهم جدا في حياتنا كلنا اللي هو طب how can we help each other, how can we empower each other. Yes. فانا بشوف ان ال5-7 سنين اللي فاتوا الشكل التكنولوجيا اتغيرت جدا سواء في كل المجالات توب باي مجال المطاعم. how do you think we can empower الناس اللي بجد بتحاول تعمل حاجه مختلفه، الناس اللي بتحاول سواء تزود a secondary source of income، الناس اللي بتحاول offer product احسن انضف healthier، كل الحاجات دي. فهاو كان الحاجات اللي حواليكي النهارده تساعدك to empower الناس اللي بتثق في entrepreneurial وفود بروجكت ان هم to take it to the next level. حلو قوي السؤال ده، يعني بجد السؤال ده من اكتر الحاجات اللي احنا personally او مش personally احنا كانتربرينور مركزين فيها قوي الفتره دي. العالم بيتحرك اسرع مننا بكتير قوي، يعني اللي هيفضل بيتعامل بالطريقه التقليديه بتاعت قبل كده هو هيرجع لورا. ليه؟ احنا دلوقتي عندنا AI. انا ممكن اخش، انا لو عايزه افتح ريستورنت هخش هقول له اعملي ريسيبي اكس هيطلع لي مليون ريسيبي. فانا مش محتاجه اسافر البلد الفلانيه عشان اجيب الريسيبي الفلانيه بالشيف الفلاني. بالعكس انا اونلاين بجد. لو انا عندي موبايل وانترنت ام دون، انا ممكن ابني افول كونسبت اوف الحاجه اللي انا عايزه اعملها ثرو AI. فانا دلوقتي ما بقاش عندي التشالنج بتاعت ان انا عايزه اعمل دراسه جدوى في عدد شهور كتير، ولا ان انا اهاير ناس كتير عشان ابتدي. فكل التشالنجز بتتغير، لانه زمان لا اصل انا معيش هاير، لا انا معيش فلوس اجيب ريسيبي انجينير او ان انا اجيب حد. والكلام ده دلوقتي لما بنقوله مثلا الناس بتفتكر ان احنا بنقطع عيشها او ان احنا مش عايزينهم يشتغلوا، ولكن اللي هيقدر يكمل الفتره اللي جايه. وهنا انا مش بتكلم على الكام شهر الجايين، انا بتكلم على الكام يوم الجايين، لانه اتس فيري فاست بيسد. فاللي مش هيطور نفسه يبقى عارف ازاي يستخدم تكنولوجي هو هينتهي، مش هيتاخر، هينتهي. ليه؟ كل حاجه از افيلبل. واللي كان بيني وبينه في الكومبيتيشن مثلا سنين بقت شهور او يمكن ايام، لان اللي هيستخدم تكنولوجي بشكل احسن ولا هيجري. تكنولوجي في الريسيبيز، تكنولوجي في الطريقه بتاعه الريستورانت مانجمنت او كيترينج مانجمنت. انا مش محتاجه ان انا اشوف واقعد ادور واجرب في الثلاجه اللحمه هتقعد قد ايه. انا ثرو AI هعرف انجينير ازاي هحافظ على ده وتقعد معايا اكتر، ازاي هانجينير ان انا ايوتيلايز. زمان كان في الفيلم بتاع ذا فاوندر بتاع ماكدونالدز، وازاي كانوا بيلفوا في الريستورنت عشان كذا والحاجات اللي بيعملوها عشان يقدروا ان هم يطلعوا احسن برودكشن. انا مش محتاجه اجربها مانيوال، انا ممكن احط المودلز بتاعتي كلها ثرو AI، اعرف ازاي اطلع احسن بيرفورمانس للبيزنس بتاعي، سواء بقى ريستورنت سواء واتس ايفر الحاجه اللي انا بعملها. فاللي مش هيستخدم AI هينتهي. ومش بس تكنولوجي ان ترمز اوف ان انا هستخدم شات جي بي تي ولا جيمناي ولا كذا، how to talk to the AI علشان اقدر اطلع the best results out of it. ما هي الفكره كلها انه انا لازم اذاكر، بس اذاكر ايه؟ فلازم ابقى very smart في الحاجه اللي هتخليني اجري في البيزنس بتاعي. فده كده in a nutshell التكنولوجي and how to use it. رانيا you're inspiring Thank you. بجد.
يعني احنا بنتكلم كتير وبنتقابل كتير و I'm super excited ان احنا نتقابل اكتر. رانيا يا جماعه one of the few people اللي بجد قررت ان هي she will spend most of her life empowering other people. she create a safe space عشان الناس تعرف تتعلم وتطور من نفسها وتتحسن. و I think a very important aspect of our social responsibility ان احنا نعرف نقدم السبورت المطلوب للناس دي كلها عشان تتعلم وتطور من نفسها. فثانك ان انت كنت معانا النهارده. شكرا يا جوهر. هنتقابل تاني كتير اكيد ديفنتلي. في اي حاجه نفسك تقوليها قبل ما نخلص؟ لا هو بس انا مبسوطه ان احنا كنا قاعدين النهارده و if I'm gonna give one tip يعني هي حاجه دي اللي انا عايزه انصح فيها اي حد عايز يبتدي فود بزنس. نفس الطويل لانه تشالنجز طول الوقت بس هو كل يوم بنتعلم حاجه جديده كل يوم في تشالنج جديده واللي هيكمل وبجد هو اللي هيبقى على ارض الواقع السوليد وهيعرف يكبر البيزنس بتاعه هو اللي هيبقى اوبن كده التحدي ايه النهارده وانا هعديه ازاي لان this is normal this is life. فبجد لو هنصح حد اي حاجه ان هو لا ما ييأسش خالص ويفضل يتعامل ويطور من نفسه بيزد على التطورات اللي بتحصل في الماركت. Thank you. That's it. Thank you. Thank you so much.